النهارده الناس صحت من النوم لقت صور الفريق أول المشير من 1-2 المشير عبد الفتاح السيسي معلقة على مئات الأعمدة، آلاف الصور مليانة في شوارع مصر. مين اللي علق الصور دي؟ محبين للفريق السيسي؟ مواطنين عاديين؟ لا، دي إعلانات. ده حد راح دفع فلوس وراح للمحافظة وحجز مساحات إعلانية وحطها. حد بيحب السيسي؟ ماشي يا سيدي، الشعب فيه نسبة كبيرة قوي بتحب السيسي. هل ده له علاقة بالحملة الانتخابية للرئيس؟ قانون الانتخابات اللي لسه لم يقر محدد طريقة التبرع وازاي. اللي عمل ده استبق الأحداث عشان ما تبقاش من ضمن ميزانية المرشح المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي. المشير عبد الفتاح السيسي ما هيترشحش ببدلته العسكريه. المشير عبد الفتاح السيسي هيلبس مدني ويترشح. اللي بيحصل ده مش عايز اقول انه تزايد قوي، بس هو انا عايز اسال اولا، حد يستطيع ان يجزم ان الفريق او المشير عبد الفتاح السيسي هيترشح؟ أنا هعتبره مش مترشح لحد ما يعلن ذلك. هل هذا يقول إن مفيش ناس كتير قوي عايزة الفريق عبد الفتاح السيسي أو المشير عبد الفتاح السيسي؟ في ناس كتير عايزاه، لهم حق لهم حق. الفريق المشير عبد الفتاح السيسي عنده مزايا عديدة عن غيره من المرشحين اللي مش عارفينهم حتى هذه اللحظة. لكن هل هو يحب النفاق؟ هل هو سيهوى التزايد؟ لو بيحب النفاق ويهوى التزايد هنبقى في كارثة. لو هو رجل بسيط كما نراه مش هيحب اللي بيحصل ده، وربما اللي بيعمل ده يكون بيسيء إليه وبيستفز مشاعر ناس مع الفريق مع المشير السيسي. رجل الأعمال اللي بجد اللي بيحب السيسي علشان مصر، ما احنا ما بنحبش السيسي لوحده كده، ما احنا بنحب بشر علشان بنحس انهم بيحبوا البلد دي اكتر، عندهم برنامج عظيم لهذا البلد، يقدروا يعملوا للبلد دي حاجات كويسة، فهنحبهم ونشيلهم على دماغنا. مش كده برضو؟ يعني هي مصر اولا. رجال الاعمال عليهم لو بيحبوا المشير السيسي وعايزينه يبقى للبلد دي يطلعوا يقولوا لنا هيعملوا ايه للبلد دي. يطلعوا يقولوه احنا من دلوقتي هنضخ كام مليار علشان نبني مصر، عشان نساعد الفقراء، عشان نصلح المستشفيات، علشان نبني مدارس. لكن بدري بدري، ونفس الخطأ اللي اتعمل في إعلانات الدستور ونفس الاستفزاز بيجيب نتائج عكسية. من بدري بنقول اللي بيحب السيسي يخدم البلد دي، ومحدش بيحب حد لله. ما هو واحدة من اتنين، يا بتحب مصر قوي وشايف ان صالحها في مصلحتها ان يكون السيسي هو الرئيس، يا انت رجل اعمال بتنافق عشان عندك بيزنس ومصالح وعايز حمايه وبتربط مع القادم. القادم ما طلبش منك ده ومش عايز ده. حافظوا على المشير السيسي من هذا التزايد. هذا التزايد بيقلب مع الناس. اصبروا لما يترشح، لما يعلن ترشحه، وهناك وسائل رسميه للتبرع. مش عايزين نفضل ندور ورا مين رجل الاعمال اللي بيعمل كده وبيعمل كده ليه، ونبتدي نجيب ملفات وهو صالح ولا فاسد. احنا عايزين رجال اعمال يخدموا البلد، يورونا هيعملوا ايه في البلد. اللي هتعملوه في البلد هيساعد رئيس البلد، هيعرف يحل مشاكلنا المتلتله اللي عايزه كل مليم وكل جهد وكل طاقه. هذا التزايد وحش قوي، زي تزايد آخر. وزي ما كنا بنرفض رجال الدين يطلعوا يتكلموا في السياسة ونقول يا جماعة افصلوا الأزهر والكنيسة عن السياسة، مش عايزين نقع في نفس الأخطاء. نلاقي حد بيطلع تحديدا القمص بولس عويضة وبيتغزل في جمال الفريق السيسي وبيقول أذوب عشقا بحنية
وانا عذرت الستات وفي ايه؟ احنا مش مقدمين نجم سيما على فكرة. السيسي القائد العام للقوات المسلحة رجل عسكري. لما تتكلموا عنه قولوا انه حاسم، قولوا انه بيفهم، قولوا انه عنده استراتيجيات، قولوا انه عنده ذكاء، قولوا ان الناس بتحبه ويستطيع تجميع الشعب. كلمونا في المضمون. الانشغال بتوافه الامور وتسطيح شخصية عميقة جريمة. الكلام في شكله ووسامته وعينيه وبصته وحنين ده كلام مسيء. ده كلام احنا مش هنختار حد يمثل فيلم سيما. احنا بنختار حد يحكم مصر الكبيرة. حالة التزايد الزيادة دي فيها فجاجة وبتستفز. احنا احباب السيسي بنستفز. يبقى الناس هتعمل ايه؟ انتوا بترتكبوا الاخطاء اللي كنا بنعترض عليها. مش هنيجي دلوقتي نقول لكم امامير وحلوين. اللي كنا بننتقده هنفضل ننتقده، والصح هيفضل صح، وصالح البلد دي قبل اي شخص. واي شخص يشرف برئاسة مصر، مش مصر اللي تشرف برئاسته ابدا. مصر كبيرة. فاوعوا تفتكروا ان انتوا كده لا بتتقربوا للشعب. الشعب ده ذكي حتى وهو بيحب السيسي. الناس حبت السيسي مش عشان وسامته، مش عشان بصة عينيه، مش عشان حنيته. حبيته علشان خد قرار. حس الشعب عايز ايه، قال رقبتي وراح واقف. راجل حلو وما تهزش وما ضعفش، وفي وسط قواته في وسط جنوده، وبيروح لعائلات الشهداء وبيعمل حاجات. والتسجيلات اللي اتسربت له حتى كانت بتضيف اليه، وبيقول الشعب ده مش هينام، ده انا لو ماسك البلد ده هنشتغل، والدعم يجب يروح لناسه، مش الناس قاعده في بيوتها وتاخد دعم. ده كلام كويس. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نسمعه وهنفضل نسمعه. ولما يجي يقول انا رئيس هنجيبه ونقول له هتعمل ايه وملتزم بيه ازاي، وان ما نفذتوش هنحاسبك. واحد يطلعه لي ببدلته العسكريه ويبتدي يعمل له دعايه انتخابيه، يبقى انت بتتكلم عن حكم عسكري، واحنا ما عندناش حكم عسكري. السيسي علشان يجي رئيس لازم يقلع بدلته وينزل ارض المعركه وينافس غيره بشرف، وتتوفر فرص المنافسه الحقيقيه للجميع. وساعتها شعبيته هتبان ونجاحه هيبان. انك تعلق له صوره بزي عسكري انت بترسخ مفهوم غلط. انك تطلع تقول لي بسمته وادوب عشقا. انت ربنا يبارك في مشاعرك يا سياده القمص، وتفضل حنين كده وتذوب عشقا في ملامحه. يعني يا ريتك اتكلمت عن دماغه وعن فكره، ما تقولناش امور. ده مش في رئيس جمهوريه ابدا ابدا. عمر رئيس الجمهوريه ما كان بالوسامه حتى وهو وسيم. جمال السيسي موجود من زمان. ما حدش اتكلم عن وسامته، اتكلموا عن شخصيته، عن ذكائه، عن تدينه، عن ذمته الماليه، عن اخلاقه، عن طريقه تفكيره. وكل دي حاجات نعرف نتكلم فيها. لما يجي رئيس هنتكلم عن برنامجه، عن خطته، هيعمل ايه للبلد دي لما يعلن انه هيترشح. لكن هذا الكلام انا شايف انه بيقودنا الى طريق خطأ. طريق اللي بيروح فيه ما بيرجعش. بيعمل حاجتين: بيصنع ديكتاتور غصب عنه مع الإلحاح والتكرار وشلل السوق وأصحاب المنافع اللي بيقعدوا يتزيدوا وينافقوا. بيصنع ديكتاتور ما تعرفش تتكلم معاه. فلما بيسمع نقد من محبين بيبقوا وحشين ومغرضين وعملاء. ومن هنا تبدأ ديكتاتورية الرئيس. يجب ان احنا نبقى واعيين قوي من اول دقيقة.